ازيكم عاملين ايه؟ انا فهد وده محتوى تنميه بشريه. هنتكلم كمان النهارده عن حاجه مهمه جدا، احساس انك متاخر وانك مش بتنجز زي ما كنت متخيل وان كل الناس سبقوك وانت لسه واقف مكانك. الاحساس ده بقى طبيعي عند ناس كتير، بس الحقيقه المشكله مش في الوقت، المشكله فيك انت. تعال اقول لك ازاي. احنا بقينا مستعجلين على كل حاجه، عايزين نوصل للنجاح بسرعه، نحس بالانجاز في لحظه ونوصل لكل حاجه في نفس الوقت، مع ان المتعه في الرحله مش في الوصول للهدف. انا معاك ان النجاح حلو، بس لو من غير مجهود ده بيخلينا ما نحسش بالسعاده كامله، وكمان بنقارن نفسنا باللي حوالينا طول الوقت، بس بننسى ان كل واحد عنده تجربته وعنده ظروفه الخاصه وعنده وقته الخاص. النتيجه بقى توتر، احباط، ضغط نفسي، على طول بنحس اننا مش كفايه. الحل هنا بدل ما نركز مين سبقك، ركز انت بتتقدم ازاي. النجاح مش عشوائيه، لازم يكون عندك خطه واضحه ماشي عليها. الاولويات مثلا، ما تحاولش تمسك كل حاجه مره واحده، اشتغل على حاجه خلصها ابدا اللي بعدها. وقتك مهم، اللي بيروح منه مش بيرجع. ما تستعجلش، النجاح محتاج وقت وتعب. اعمل اللي عليك واديله حقه، واللي بعد كده توفيق ونجاح من ربنا. واخيرا يا عزيزي، النجاح مش سباق سرعه، النجاح رحله. لو مشيت صح هتوصل في الوقت المناسب. فكر فيها وابدا من دلوقتي. انا كده خلصت، وحبيت اقول لكم ان انا فهد وده محتوى تنميه بشريه.